بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهارده كيكه البرتقال. جبت 3 كوبايات دقيق، وكوبايه الا ربع زيت، وجبت بشر برتقانه، وجبت معلقه بيكنج باودر ومعلقه نشا وفانيليا، وجبت كوبايه ونص من السكر. هاخد الاول البيض والسكر اضربهم في الخلاط او بالمضرب مع بعض، مع بشر الليمون والبرتقان والزيت. هسيبهم في الاخر زي ما انتم شايفين كده. المكونات السائلة هقلبها مع بعضها بالمضرب، وممكن تضربهم برضو في الخلاط، ومعاهم الفانيليا، البيض والفانيليا والسكر هقلبهم مع بعض الاول بالمضرب اهوت. حطيت شوية فانيليا على البيض، وبعدين هضيف السكر واضربهم مع بعض بالمضرب او في الخلاط. ممكن تعملوهم كده او كده، اللي متوفر معاكي واللي اسهل ليكي نعمليه. ضربت السكر البيض اهوت مع الفانيليا الاول، وبعدين هضيف بقى السكر، وبعد كده هضيف السكر وهقلب بقى بالمضرب معايا. اجيب بقى حاجه واسعه عشان اقلب فيها اهوت. وهنزل بقى بالزيت والبرتقال والبشر اهوت. قلبت في حاجه واسعه. هقلب بقى البرتقال والزيت وكله مع بعضه بالشكل ده. وهحط بقى البشر بتاع البرتقال برضو، هضيف بشر البرتقال، هضيف بشر البرتقال. وبعد كده بقى انا حطيت البيكنج باودر، وحطيت النشا على الدقيق. هحط بقى الدقيق، هضيف بقى الدقيق برضو بعد ما قلبت كل المكونات السايله مع بعضها اهوت بالشكل ده. اضيف البشر بتاع البرتقال اللي معايا عشان بيديلها نكهه جميله. بعد كده بقى في الاخر هضيف الدقيق، معايا 3 كوبايات من الدقيق هضيفهم، وهقلب برضو لحد ما القوام اللي معايا يبقى جميل كده وسايح سايل معايا. لو لقيتي المكونات بتاعتك سايله ممكن تضيفي كمان معلقتين دقيق، او لو لقيتيها المكونات معاكي متماسكه ضيفي شويه برتقال. بعد كده ضفت ال3 كوبايات دقيق ودخلتها بقى الفرن. سبتها في الفرن 30 دقيقة على درجة حرارة 175. طلعت معايا بالنتيجة دي زي ما انتم شايفين كده. انا قلبت الصينية طلعت معايا بالنتيجة دي هشة وجميلة اهيت وسفنجية. لو عجبكم بقى الفيديو النهارده يا حبايبي، يا ريت ما تنسوناش باللايكات، واهم حاجة تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل اشعار بالفيديو الجديد اللي انا بعمله. واللي لسه بقى ما اشتركش في القناة بتاعتي يشترك. وهجربها معاكم، هقطعها معاكم اهيت. زي ما انتم شايفين كده اسفنجيه وهشه وجميله. هقطعها اوريها لكم اهي من جوه برضو مستويه اهيت وجميله اهي زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه بقى اللايكات يا حبايبي. لو عجبكم الفيديو وعجبتكم كيكه البرتقال بتاعت النهارده، يا ريت ما تنسوناش باللايكات. مع السلامه.